النهارده بقى هعمل لكم بقسماط بدل ما نشتري دلوقتي والكيلو غالي. طب وليه؟ طب ما احنا من نص كيلو دي عملت الكمية دي. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معانا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هنحط عليه بقى معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعد كده بقى هننزل بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. بعد ما بنقلبه هننزل بقى بمعلقة صغيرة من الملح او نص معلقه، مش مشكله، هي يعني معلقه بس بتكون صغيره بتاعه الشاي. وبعد كده بتقلبيه وننزل بقى بربع كوبايه من الزيت النباتي كويس كده، وهتقلبي كل ده مع بعض. تقلبيه كويس عشان يشرب الدقيق من الزيت. وطبعا الزيت هو بيخليه مقرمش وحلو جدا، مش هينفع نعمله بسمنه، هو الزيت حلو جدا. دايما البقسماط بتاع الفران بيتعمل بزيت. وبتقلبي بقى كله كده زي ما انتم شايفين، وهجيب معايا بقى كوبايه من الميه، وطبعا الميه من الحنفيه عشان احنا في الصيف. وبتقلبي بتنزلي بشويه بشويه، ما تنزليش بالميه، لازم تنزليها تدريجيا زي ما انا بعمل كده، لغايه لما تحسي ان الميه خلاص استكفت من العجينه. تروحي انت بقى لما بايديكي زي ما انت شايفه كده، وتحسي انت ملمس ايديكي ان مش محتاجه ميه تاني. حسيتي انها ناشفه يا دوبك بس بق صغير من الميه. ولازم تتعودي انك ما تدفعيش في الميه كده وانت بتنزليها عشان العجينه ما تبص منك. وبتفضلي بقى تبصوا تلموا كده لغايه لما تحسي انها ملمسها بقى جميل وطري في ايدك. طبعا مش عايزاها بتلزق. واحد كده حطيتها على الرخامة بقى، وربنا يديكي العافية كده، تفضلي بقى تفردي وتلمي زي ما انت شايفة لغاية لما تحسي انها بقت ناعمة في تحت ايديكي. يعني نص كيلو ملال الدنيا، وبصراحة حلو جدا بتفطري بيه الأولاد بالليل يتعشوا بيه. يعني بصراحة مادام عندك دقيق في البيت يبقى عندك خير في البيت. وبعد كده بس زي ما انتم شايفين، بص العجينة بقت ملمسها طري. هجيب صينية ودوبك احط فيها نقطتين زيت كده، واحط العجينه فيها واسيبها بس ترتاح ربع ساعه، مش عايزه اكتر من كده، انا مش عايزاها تخمر، انا عايزاها ترتاح عشان تبقى لينه كده وانا عماله بفردها. ما تبقاش تلمي معاكي، لان لو ما ارتاحتش هتلاقي العجينه وانت بتفرديها الصابع اللي بتفرديه بيلم معاكي. في نفس التوقيت رحت جبت بقى بوله وحطيت فيها 3 4 معالق من السمسم، وعليهم معلقتين من حبه البركه. علشان انا هنا دلوقتي ده عشان هقلب فيه البقسماط. وهحط معلقتين من المية بس كده عشان يندمجوا معاها، وعشان يمسك في قلب البقسماطة نفسها. بس كده. بعد بقى ما هيفوت الربع ساعة هبتدي ان انا اجيب العجينة بتاعتي انها خلاص ارتاحت. اما اجي هقطعها هتتفرد معايا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده، هاخد قطعة بقطعة على قد الصاج اللي انت او الصينية. طبعا تبقى الصينية مستطيلة، بتشوف الصينية مقاسها قد ايه، وبتعملي الصابع بتاع البقسماط على قد ايه بالظبط. ويا ريت ترفعيه علشان نخلي بالك هو هيخمر وهيتخن، فعلى قد ما تقدري رفعيه. وهنا بقى السمسم بص رشيته على الرخامة، وفضلت بص ادحرج البقسماطة فيه لغاية لما اتكست كلها من السمسم وحبة البركة. بس كده، وتروحي حطاها في قلب بقى ايه الصاج بتاعك او الصينية، وتعملي واحدة ورا واحدة لغاية لما تخلصي الكمية كلها. انا لما خلص مني السمسم عملت حبة من غير سمسم ولا حبة البركة، عملتهم سادة. تبع الطريقة دي سهلة وبسيطة بجد، ما خدتش وقت خالص. ما بتاخدش يعني خلال ساعة زمن، واحنا في الصيف كل حاجة بتتعمل ما بتاخدش الهوا. طبعا احنا بعد ما بنخلص الكمية هتسيبيها انها تخمر. بصي هي رفيعة ازاي، هوريكم لما تتخن. بعد ما خمرت سبتها هي نص ساعة كانت خمرت على فكرة. دلوقتي بصوا منظرها تضاعف ازاي، بصوا تخنت ازاي. دلوقتي هكون انا بقى محضره الفرن يكون سخن عندي على 160، وهيقعد معايا نص ساعه بس. انا هنا طبعا البقسماطه هنا طويله. طبعا بعد ما خمرت بص جبت السكينه ورحت قسماها نصين. ليه؟ عشان هي اصلا انا ممكن اسيب البقسماطه كده، لكن لما تطلعها من الفرن هي هتتكسر منك. لكن هو المقاس بتاعها ده كويس جدا. وقسمتها نصين، وكانت الفرن كان سخن على 160.
ورحت حطاه من تحت لغايه لما ابتدى يحمر، ورحت فاتحه الشوايه، مفيش نص ساعه بالظبط كان كله خلص. مش عايزه اقول لكم بقى القرمشه والجمال، على الاقل انت ضامنه حاجه معموله في البيت ونظافه احسن ما تجيبيها من بره.